اللعنة اللي ما بتنتهي. في قرية نائية بعيد عن الزحمة والناس، مكانها كان بين الجبال. كان في حتة صغيرة كده مفيش فيها غير بيوت قديمة، والناس هناك كانوا بيقولوا إن المكان ده ملعون. كل واحد فيهم كان له حكاية غريبة عن حاجات حصلت هناك، لكن كان في قصة واحدة كل الناس كانت خايفة يتكلموا عنها. في يوم من الأيام جت واحدة اسمها سارة، وكانت لسه جاية من المدينة، عاوزة تبدأ حياة جديدة بعيد عن مشاكل شغلها في العاصمة. قررت إنها تروح تعيش في البيت القديم اللي جنب المقابر عشان يكون فيه هدوء بعيد عن الناس. أول ما دخلت حست بشيء غريب في الجو، لكن قالت لنفسها جو هنا غريب لحد ما تعود. مع مرور الأيام بدأت تحس بحاجات غريبة. الأصوات من جوه البيت كانت مش طبيعية، كانت تسمع همسات في الليل، أصوات خطوات، وأحيانا كان الشباك يتحرك لوحده من غير ما يكون في ريح. سارة حاولت تتجاهل كل ده، لكن كان في حاجة مش مريحة جواها. في ليلة من الليالي قررت إنها تروح تكشف عن أصل الحكاية دي. راحت لجدتها اللي كانت عايشة في آخر البيت. لما سألتها عن الحاجات الغريبة دي، جدتها بصت لها بعيون خايفة وقالت: يا حبيبتي، انتي مش فاهمة ايه اللي ورا البيت ده مكان ملعون، وكل واحد فينا اللي جرب يهرب منه هيفضل يلازمه اللعنة دي لبقية عمره. اللعنة؟ ايه ده؟ في حد قديم كان ساكن هنا، كان طماع لدرجة انه عمل صفقة مع قوة مظلمة، وطلب منهم انه يخليه يحقق اي حاجة هو عاوزها، بس الصفقة كانت مشروطة. لو وافق اللعنة هتفضل تلاحقه هو وكل واحد يجي بعده في البيت ده، واللي بيحاول يهرب منها هيدفع التمن. سارة كانت متفاجئة من كلام جدتها، لكن بعدين فكرت وقالت: يعني اللعنة دي هتفضل تلاحقني؟ للأسف اللي بيتبع الصفقة ده لو هرب أو حاول يعارض هيتعرض للكارثة اللي محدش يقدر يهرب منها. في اللحظة دي بدأت سارة تحس بحاجة غريبة تانية. الجو في البيت بدأ يتغير وبقى فيه حرارة مش طبيعية. الأضواء بدأت تنطفئ بشكل مفاجئ، وفجأة ظهر قدامها ظل أسود طويل ليه ملامح غريبة مش واضحة، ولكن سارة حست إن في حاجة مش طبيعية. الظل ده بدأ يحوم حواليها، ومع كل خطوة بتاخدها كان الصوت بيزيد في دماغها. كان الصوت بيقول: هربتي؟ مفيش هروب، اللعنة هتفضل تلاحقك. سارة جريت بسرعة، لكن الأبواب كانت بتتقفل لوحدها. كانت بتحاول افتحهم بكل قوتها، لكن هم كانوا بيستجيبوا. في الآخر لقت نفسها في الزاوية، والظل بدأ يقترب منها أكتر. كان بيبص في عينها ببرود، وكأن كل حاجة كانت مجرد بداية لعذاب هينتهي. بس مع مرور الزمن كل ما حاولت تخرج كانت تقع في فخ تاني. أصوات كتير بدأت تحيط بيها، وكأنها ما كانتش لوحدها في المكان ده. والأغرب من كده إنها بدأت تشوف أشباح لأشخاص سبقوها في نفس المكان. كانوا كلهم في نفس الوضع، مش قادرين يهربوا من اللعنة. وفي لحظة وقفت سارة وهي مرعوبة، وشافت قدامها صورة مشوهة للإنسان اللي عمل الصفقة دي في البداية. كان بيضحك وكانت عيونه مليانة قسوة، وقال لها بصوت مبحوح: مش هتقدري تهربي، اللعنة دي هتعيش معاكي لآخر نفس. في اللحظة دي حست سارة إنها مش هتقدر تسيب المكان ده أبدا، وبغض النظر عن اللي حاولت تعمله كانت عارفة إن اللعنة دي هتفضل تلاحقها للأبد، والكل اللي عايش في المكان ده هيتورط مع الوقت. ومع مرور الأيام بدأت تختفي، لكن كانت في مكان تاني. اللعنة دي ما بتنتهيش.